السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. الأسئلة الكتير جدا جدا اللي بتجيلي، أول حاجة كده يلا نصلي على النبي كده ونشوف الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الأكراتين للتقشير. من ضمن الأسئلة الكتير أوي اللي بتجيلي ازاي أقشر بشرتي، وايه الوقت المناسب ان انا أقشر بشرتي، وايه استخدام الكريمات المقشرة، وازاي استخدمها وامتى استخدمها والمدة قد ايه. حاجات كتير أوي أوي أوي. أنا مش دكتورة بس أنا أقدر أفيدك في الموضوع ده، بما ان انا استخدمت كل كريمات التقشير تقريبا، وفي السنتر عندي كل البنات بتستخدم كريمات وكل واحده بتقول لي على الريفيو او الفيدباك بتاعها. فاقدر النهارده اكلمك على الاكراتين. احنا هنتكلم النهارده على الاكراتين. الاكراتين عندما يذكر التقشير يذكر الكراتين. ترند الترندات في التقشير، واستخدامه سهل وبسيط، بس اهم حاجه تلتزمي باستخدامه. الاكراتين من الحاجات الحلوه قوي، في منه تركيزين بالبلدي كده زي ما بيقولوا، اكراتين ربع واكراتين نص، اللي هو 25% و50% ده الاكراتين، وعلى شاكلته كتير جدا جدا جدا. الاكراتين من الماده الفعاله فيه ماده الريتينول، اللي هي مشتقه من فيتامين اي. اهم حاجه بتزيل التصبغات، واثبتت كل الابحاث العلميه انها بتزيل التصبغات وبتاخر ظهور الخطوط التعبيريه، وبتصفي البشره وبتحفز الكولاجين وبتحفز على نضاره البشره. حتى لو انت ما عندكيش تصبغات وما عندكيش اي حاجه، الريتينول لازم يدخل في روتين بشرتك من بعد سن ال 25 سنه 30 سنه، علشان تحافظي على شباب بشرتك، لانه بيجدد البشره وبيجدد شبابها وبيخليهاش عرضه للخطوط التعبيريه. مش عايزه اطول عليك الفيديو، تعالي اقول لك ازاي تستخدمي الاكراتين. بتجيبي حته صغيره من الاكراتين قد حبايه البسله كده، تمام، وتوزعيها على بشرتك، تمام. ممنوع تحت عينيكي، ممنوع حوالين الانف او المنطقه دي اللي بتشيلي منها الخيط، وحوالين الفم، تمام كده، علشان دي اماكن حساسه وليها كريمات تانية. ممكن لو انت بشرتك عاديه بتستخدمي الاكراتين لمده، الاكراتين الاول او اي كريم مقشر بيدخل على البشره بالتدريج، بمعنى مثلا اول اسبوع ربع ساعه، تاني اسبوع نص ساعه، تالت اسبوع لمده ساعه، علشان البشرة تتعرف عليه وتبتدي تستجيب ليه، تمام كده. أقصى مدة لاستخدام الكريمات أو الوصفات أو أي حاجة من شهر لشهر ونص، على حسب استجابة بشرتك للكريم أو الوصفة. وبعد كده بتفصلي، حتى لو الوصفة جايبة معاكي نتيجة أو الكريم جايب معاكي نتيجة، بتفصلي شوية كده لمدة أسبوعين، وبعد كده ترجعي له تاني. مش مشكلة، تفصلي بقى بوصفة تانية بكريم تاني بتريحي بشرتك وتعملي كريمات مرممة أو ترممي حاجز البشرة، مفيش مشاكل خالص، تمام كده. بس لازم تفصلي. الاكراتين من الحاجات الحلوه قوي قوي، بس ما بيستخدمش للحامل ولا اللي بترضع، ويستخدم ولا لاقل من 18 سنه. يستخدم في الظلام التام كل ليله بالليل، حتى اضاءه الموبايل ما تستخدموش حتى في اضاءه الموبايل، وتقومي تشطفي وترطبي وشك. اهم حاجه الترطيب الترطيب الترطيب. لو رطبتي كويس هتلاقي بشرتك زي الملبن كده وطريه وزي البيبي فيس بالظبط. انما لو اعتمدتي، طبعا كلنا بنعتمد على الله، واعتمدتي على الاكراتين انه هيبيض ويشد البشره من غير مرطب، بالعكس لازم الترطيب. لو ما رطبتيش هيجيب معاكي نتيجه عكسيه. واوعي اوعي تستخدمي الاكراتين في اي اضاءه، ولا تخرجي في الشمس ومن غير ما تنضفي بشرتك كويس ومن غير واقي شمس. انسب وقت للتقشير هو الوقت اللي احنا فيه الشتاء، الشمس ما تبقاش حاميه قوي وبينفع تقشري بشرتك. مده التقشير هقول لك على طريقه في الفيديو الجاي. تقشري بشرتك تقشير بارد في البيت بكريم واحد، ودي طريقه دكتور هاني النظر الله يرحمه. 3 ايام وتلاقي بشرتك مرايه. انواع التقشير كريمات ووصفات واحماض الفواكه، وطبعا سيرم الريتينول، ده قصه منتهيه لازم تدخليه في روتينك. يا رب اكون جاوبت على شويه اسئله كده النهارده، ويا رب الفيديو ما يكونش طويل عليكم، ويا رب كده تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.